السلام عليكم، يا مساء الخير. مساء الخير لو انتوا بتشوفونا بالليل، وصباح الفل والورد لو انتوا بتشوفونا الصبح. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الطعمية بالحمص او الفلافل السوري زي ما تحب تسميها، وزي ما ناس كتيرة بتسميها اللي هي الفلافل السوري. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا حوالي 350 جرام من الحمص اللي هو الناشف. تمام. بتبليه من بالليل، يعني بيتبل قبلها حوالي ب8 ساعات 6 ساعات. لو اكتر من كده مفيش مشكلة. تمام. هنبدأ كده. بليته وبدأت شطفته. بعد ما تبل كده بيبقى فيه زي ريمة او حاجة، بتبدأي تشطفيه شطفة حلوة، وتبدأي تضيفي معاه بصلاية صغيرة جدا، وحبة خضرة اللي هو كزبرة وبقدونس. تمام. هتاخدي الورق بس مش العروق، حاجة بسيطة جدا. وحوالي 5 فصوص من الثوم. تمام. هتبدأي كده تضربيهم بقى في كبة، تضربيهم في الخلاط زي ما تحبي. وطبعا بيبقى ناشف معايا، فبتبداي ايه كده تديله يعني ده 350 جرام او 400 جرام على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تبداي كده ايه تضيفي له الميه حاجه بسيطه، حبه بحبه، بحيث ان العجينه بتاعتك ما تبقاش يعني ما تبقاش سايله قوي. مش العجينه اللي هي عجينه الطعميه. تمام. هتبداي كده كل شويه بقى تبداي تفكيها من بعضها كده في الكبه. طبعا هتبداي تفتحي الكبه، وتبداي تقلبي اللي فوق تجيبيه تحت واللي تحت فوق. تمام. بحيث ان هي تبقى عجينه معاكي، ما تبقاش مبروله، لا تبقى ناعمه كده شويه، علشان لو هي ناشفه ومبروله هتبص تلاقيها فكت منك في الزيت وما تبقاش حلوه. تمام. الخضره برضو انا مش بحب ازود الخضره. لو انت عندك بدال الخضره عندك كرات، تمام ضيفي لها. لو عندك بصل اخضر برضو ضيفي لها، مفيش مشكله، هيبقى جميل معاكي وحلو. يبقى قلنا طحناها زي ما قلنا، وهرجع برضو اقول لكم واذكركم تاني بالمقادير. بس انا دلوقتي خلصت. بدأت ايه كسرت لها بيضة، وهحط لها ملح بكمون ورشة ملح بفلفل او رشة فلفل اسود. تمام كده يا حلوين. وكمان ضفت لها شطة ناعمة. يبقى بيضاية، وادي الملح بفلفل، حبة كزبرة ناشفة، ملح بكمون. وكمان لو انت حاسة ان الملح بتاعها لسه قليل ضيفي لها ملح ابيض. يعني ملح بكمون شغال، رشة فلفل اسود، وعليها بضاية، رشة كزبرة، وكمان رشة شطة. تمام. بتبدأي كده تقلبيها في بعضها كده وتضربيها كويس. هنبدأ نخفقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بحيث ان هي تبقى هشة معاكي كل ما تخفقيها. لو عندك كمان اللي هو المضرب اليدوي، وتبدأي كده تضربي فيها بايديكي كده، هتبدأ تهش معاكي وتبقى هشة جدا كده وجميلة. هبدأ هنا جيت على النار، حطيت طاسة وبدأت ضفت فيها الزيت. الزيت بيكون وسط مش غزير قوي يعني، على حسب ما بتحبي وعلى حسب كمية الطعمية اللي انت هتعمليها. تمام. هبدأ كده بإيديا تبدأي كده تبططيها حاجة بسيطة، حابة تحط لها سمسم من فوق. تمام شغالة مفيش أي مشكلة. مش حابة براحتك خالص. لكن أنا هنا بحبها بتكون سادة، بتكون أجمل بكتير يعني. هسيبها على النار، وهاجي هنا كده كنت قطعت الطماطم، هعمل طبق سلطة حلو. نقطع الطماطم كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ برضو أقطع معاها الخيار. تمام. وبقطع معاها كده بصلايه صغيره جدا، اللي هي البصلايه اللي هي اللي شايفينها انتوا معايا دي اللي في الطبق. لو حابه الايام دي كمان في اللي هو البصل الاخضر، ممكن يعني يكون عندك بصل اخضر، اديها بصل اخضر للسلطه، بتكون برضو جميله وحلوه جدا. الايام اللي احنا فيها دي عايزه ان احنا نكون يعني ستات بيوت شطار، وفي كدواتي يعني شوية نشاط على شوية اقتصاد. اهم حاجة ان احنا نقضي اليوم. الايام اللي احنا فيها دي محتاجين ان احنا نعديها بكل حلوها ومرها. فلما يكون كده يومين في الاسبوع شعبي، او 3 ايام شعبي و3 ايام مثلا يوم لو في لحمة عندك، في فراخ، في عندك سمك، عودي ولادك ان انتي الموجود يتاكل. مفيش حاجة اسمها ده يتاكل وده ما يتاكلش. لا، كل حاجة تتاكل. اللي تعمليه لازم ابنك او بنتك ياكلوا منه، ما يقولكيش مثلا لا اكل ده او ما اكلش ده. انا الحمد لله عودت ولادي الاكل اللي يتعمل هيتاكل. تمام. يوم عدس. احنا في الشتاء بتحب الاكلات اللي هي فيها تحابيش كده. يوم عدس، يوم طبق بصارة حلو كده، يوم عجة، يوم كده يوم كده. هتقولوا لي العجة القرنبيط. يعني بدل ما تعملي الحاجة مثلا باربع خمس بيضات، اعمليها ببيضتين وزوديها مثلا مية، زوديها محسن خبز. عملنا العجة عندي هنا عاملاها على القناة حلوة جدا، ابقى جربوها. حابة تقللي كمية البيض، مفيش مشكلة عادي.
تمام. هتبدأي كده هبشر البصلاية مع طبق السلطة ده بتبقى حكاية بصراحة. هبدأ كده اقلب الطعمية بتاعتنا، نديها تقليبة كده وتاخدي بالك عليها علشان ما تتحرقش منك. طبعا كل ما بتكون يعني على نار ما تبقاش واطية، برضو تبقى النار متوسطة. تمام، لان هي لو انت مثلا خليتيها على نار عالية هتتحرق منك، فتبقى النار بتاعتك تكون نار وسط، ما تبقاش عالية قوي وما تبقاش برضو اللي هي النار الهادية. هتبص تلاقي الزيت الطعمية شربت الزيت منك ومش هتطلع حلو خالص معاكي. تمام، هرجع بقى كده معايا 3 4 فصوص من التوم، هبدأ ابشرهم برضو على ايدي بالسكينة. يعني لو عندك اللي هي المفرمة بتاعة التوم الصغيرة دي اللي هي اليدوية، عندي بس انا بحب اعملها كده بايديا، بتبقى طعمها ليها طعم كده، بتبقى يعني طعمها بيبقى خطير يا بنات. تمام، يعني شوية كده وشوية كده، اللي تقدري تعمليه اعمليه. بعد كده بقى هنعمل ايه تاني في طبق السلطة؟ طبق السلطة انا بضيف له زي ما قلت لك، لو عندك جزر ضيفي مفيش مشكلة، يعني الخضار اللي عندك ضيفيه. دي طبق السلطة البلدي اللي بيبقى طعم كده وبيبقى خطير جدا. يبقى احنا قطعنا الطماطم والخيار والبصل والثوم، واي حد يقول لي طبق السلطه كلنا بنعمله يا ست الكل، والله عايزه اقول لك انا في ناس بتتابعني لسه داخلين المطبخ جديد، ناس انا عارفاها وبتبعت لي على الخاص ان هم عايزين اساسيات كل حاجه. فحضرتك لو بتعرفي كل حاجه واستاذه وبروفيشنال، خلاص يا ستي ربنا يديم عليكي نعمه المعرفه. انا رجعت للقناة ورجعت للصفحة بتاعتي علشان في ناس كتيرة جدا طلبت مني ان انا ارجع اكمل دي خطوات، يعني حاجات لسه هم لسه بيبدأوا في المطبخ جديد، وانا ان شاء الله هكمل معاهم واحدة واحدة كده يتعلموا ويبقوا ستات بيوت ممتازين زي ما حضرتك بقيتي. كلنا اتعلمنا من امهاتنا، في بنات كتيرة جدا داخلة المطبخ جديد لسه ما اتعلمتش وبتتعلم. تمام، فجربي شوية الفلافل دول، اعمليهم كده لو انت لسه عروسة جديد. طبعا عندك الكبة وعندك كل حاجة، كل بناتنا الامارات داخلين بكل حاجتهم. جربي بقى شوية الفلافل الحلوين دول، جوزك هيدعيلك وهيدعيلي. تمام. يلا بقى، عملت جنبهم برضو كده مكان الزيت بقى ما هو سخن وكده، عملت جنبهم شوية بتنجان كده، تقطعيه البتنجان وترش عليه بعد ما تقطعيه. تمام، اغسليه، وبعد ما بتغسليه كده بتديله رشة ملح بكمون وتبدأي كده ايه تقلي، ما تركنهوش علشان ما يمصش يشرب الملح وايه ويطرى معاكي كده ويبدأ يشرب الزيت. تمام، فالبتنجان كده تكوني خلاص بقى هتخلصي اخر حطة في الطعمية، تبدأي تقطعيه وتبدأي ترشي له حبة ملح كده وتبدأي تعمليه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.